السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. النهاردة بقى هنغوص شوية في أغنية جديدة لسه نازلة وعاملة كلام كتير قوي، الضلع العوج، طبعا لأميمة طالب وفهد الكوبيسي. أهلا بيك. فعلا الأغنية دي عملت صدى واسع ومفاجئ. بالظبط. معانا بقى شوية تحليلات ليها فنية وثقافية، عايزين نفهم يعني إيه سر النجاح ده كله وإيه الرسالة اللي وراها. هي مش مجرد أغنية وخلاص. تمام، هي فعلا حالة خاصة، قدرت تجمع حاجات كتير مع بعض، يعني موسيقى، كلمات، أداء صوتي وبصري كمان. ممتاز. طب نبدأ من العنوان والكلمات. الشاعر قوس كاتب مقطع بيقول: كلنا يا آدم يا حواء وعز الضلع العوج. حتة الضلع العوج دي هل هي بالمعنى اللي عارفينه، يعني اللي ممكن ناس تشوفه سلبي؟ لا بص، هو ده المهم. الاستخدام هنا مختلف خالص. صحيح هو واخد الرمز من التراث، بس الشاعر هنا قلبه تماما. إزاي يعني؟ يعني بدل ما يكون رمز للضعف أو للنقص، لا، هنا الضلع العوج بقى رمز للقوة، للمرونة، اللي بيستحمل وما بيتكسرش بسهولة. ممكن يتني لكن ما يتكسرش. فهمت. زي ما الجزء تاني في الأغنية بيقول: قلبي ضلع أعوج، ما ينكسر لكن ينحني لو الدنيا تعوج. فالرسالة هنا عن فكرة المرونة دي في العلاقات، في الحب، مش الكمال بقى والسيطرة وكده. فكرة قوية وجديدة بصراحة. طيب نروح للموسيقى. تلحين سهم وتوزيع عمر صباغ، بيقولوا إن فيها دمج بين الخليجي والموسيقى العربية الحديثة. مظبوط جدا. الدمج ده هو يمكن سر الخلطة الموسيقية بتاعتها. يعني بنسمع عود وإيقاعات خليجية وفي نفس الوقت بيانو وتوزيع أوركسترالي وشوية إلكترونيك كمان. بالظبط. وشغل التوزيع بتاع عمر صباغ معمول بحرفية عالية قوي، عمل طبقات صوت كتير، فتحس إن الموسيقى غنية وفيها عمق. والحاجة اللافتة كمان اللي قريتها هي مزج الطابع الجنوبي السعودي اللي عند فهد مع أسلوب أميمة اللي فيه الطابع المغاربي. تماما. ده مش مجرد جمع، لأ، ده تحس إنه حوار موسيقي بين الثقافتين دول. والتوزيع الأوركسترال كمان مدي فخامة للعمل كله. طيب والأداء الصوتي، الناس كلها بتتكلم عن الكيمياء اللي بين فهد وأميمة. دي بقى نقطة أساسية في النجاح ده. في تناغم بينهم، يعني مدروس ومحسوس في نفس الوقت. إزاي؟ صوت فهد الكوبيسي العميق الدافي ده، اللي هو طبقة الباريتون، مع صوت أميمة طالب المرن جدا اللي بيوصل لطبقات عالية اللي هي سوبرانو. التضاد ده عامل حالة حلوة قوي. خاصة في المقاطع اللي كأنهم بيردوا على بعض فيها. بالظبط كده. والكيمياء دي أصلا الناس شافتها قبل كده في حفلة موسم الرياض 2024. عشان كده يمكن الدويتو اللي في آخر الأغنية ده وصل للناس بسرعة وبشكل طبيعي قوي، مش مجرد أداء يعني. تمام. يبقى مش بس صوت، التجربة كملت بالكليب كمان. إخراج خالد الهاشم، إيه اللي كان مميز فيه؟ الكليب ده قفل التجربة كلها. المخرج ركز قوي على لغة العيون بينهم، التعبيرات في اللقطات القريبة، ده زود الإحساس بالكيمياء دي. مهم. وكمان الأزياء كانت ميكس حلو قوي بين التراثي خليجي ومغربي بس بلمسات عصرية. والديكورات كمان كانت بتنقلنا بين الصحراء اللي هي رمزة للأصالة وبين المدن الجديدة. كل ده بيخدم فكرة التكامل بين الثقافتين دول. كل العوامل دي بقى أكيد هي اللي عملت النجاح الكبير ده عند الجمهور والنقاد. أكيد طبعاً. الأرقام بتتكلم. أكتر من 500,000 مشاهدة على يوتيوب في يومين بس، وملايين المشاهدات على تيك توك. ما شاء الله. والوسط الفني والإعلامي كمان احتفل بيها. يعني بيلبورد عربية قالت إنها زي ما يكون تنفيذ لوعد قديم، كأن الناس كانت مستنية التعاون ده بعد الحفلة. فعلا التوقيت كان مهم قوي. جداً. وصحيفة الشرق الأوسط قالت إنها بتعيد تعريف التعاونات الخليجية المغربية. فالتوقيت بعد الحفلة كان ذكي وساعد الأغنية تنتشر بالسرعة دي. وده يخلينا نفكر إن الأغنية دي ممكن تكون أكتر من مجرد نجاح لفنانين، ممكن تكون بداية توجه جديد. ممكن جدا. هو نجاح الضلع العوج ده ليه معادلة واضحة: كلمات فيها عمق رمزي جديد، موسيقى وتصوير فيهم دمج ثقافي متقن وجذاب، وكيمياء حقيقية وصلت للناس. زي ما بيلبورد عربية قالت الجملة الحلوة دي: مش مجرد أغنية، ده حوار فني بين ثقافتين، والجمهور كان الضلع اللي حمله. بالظبط. النجاح ده ممكن قوي يشجع شركات الإنتاج زي روتانا وغيرها إنهم يعملوا تعاونات متنوعة أكتر زي دي، بتبني جسور بين الثقافات العربية المختلفة. وده يوصلنا لسؤال أخير كده نفكر فيه:
هل ممكن الفترة اللي جاية نشوف أعمال أكتر بتلعب على الدمج الثقافي والفني ده بنفس الجرأة وتبقى هي القاعدة مش الاستثناء؟ وإزاي ده بقى ممكن يأثر على شكل هويتنا الموسيقية المحلية في المنطقة؟ سؤال محتاج تفكير فعلا.